بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا دايما لما نيجي عشان نحفظ حاجة، يعني في طريقة ان انا استخدم حاجة اسمها النيمونيك. النيمونيك دي بتقول لي ايه؟ بتساعدني ان انا افتكر اي حاجة بذاكرها، ان انا بعتمد على ستوري، يعني حكايات. ان هما العلماء عملوا دراسة كده على عقلنا، اكتشفوا ان هو اكتر حاجة بيحبها ويفتكرها اللي هي ستوريز، حكايات. زي مثلا لما تسمع موفي كده، ولا فيلم، ولا سيريز، ولا مسلسل، بتبقى فاكر الفيلم كله من اوله لاخره. زي تايتانيك مثلا، زي اي فيلم انت بتسمعه مثلا. انا غير ف... الجميع بقى، انا بسمع الحاجه وتانية يعني وبعديها بنص ساعه بالظبط بنسى انا اتفرجت عليه اصلا. لا، ما تلاقيك انت بقى ايه، ما شاء الله بتسمع افلام كتير وحاجات كتيره، فالدنيا بتدخل في بعض. لكن لو في مثلا فيلم عجبك فعلا، هتلاقي ان الفكره بتاعته هتفضل فاكرها. لا والله الكلام ده على كله يعني. لكن لو انت طول النهار مثلا 8 9 ساعات على التيك توك وبتاع، هتلاقي دماغك ايه، ما مش فاكر اي حاجه. لا لان لا، مش انا. تمام. انا يعني بفتكر كرتون لكن الافلام لا. انا ما بفتكرش ما حاجه. هو ما هي احنا بنعتمد ان هي ستوري، حكايه حصلت قدامك مثلا، فبنفتكرها افضل. فانا هعمل لكم نفس الموضوع هنا على البروبابيليتي، هنعمل حكايه ستوري. فانا بنتخيل كده ان انا عندي كومباني، والشركه دي عايزه تختار موظفين جداد. فهنقول what is the probability ان انا اختار الموظف الجديد اللي عندي ان هو يكون فيميل. ايه. تمام. احنا خدوا بالكم probability of choosing one employee يكون هو ايه، فيميل. اصل في ناس بتيجي تقف كده عند كلمة 1 وتقول لي اه ده 1 اوفر كذا. لا، احنا ال1 مالناش دعوة بيها. انا اهم حاجة انا عايزة هو فيميل ولا ريد ولا بلو ولا ايه. فانا عايزة اختار فيميل. اوكي، يبقى شايفين كده كلمة probability وادي جنبها كلمة ايه، فيميل. يبقى هكتب ادي البروبابيليتي، ادي فيميل. طيب هي البروبابيليتي ايه؟ الرول بتاعتي number what I want over التوتال. احنا عايزين مين، الفيميل. يبقى هكتب له كده، هقول له النمبر اوف الفيميل اوفر التوتال. ممكن نجيب التوتال بس هنا في الأول كده عشان هنحتاجه كتير. شوف التوتال هنا عندي كام. احسب كده يا محمد. ناريس. اجمع لنا التوتال يا محمد، كل ده 10 بلس 15 بلس 20 بلس 5 بلس 10 بلس 50. عايزين التوتال. تمام. مع 75 تقريبا. 75. are you sure؟ 75. يبقى بس عملتها من اوكي. غير كالكليتر. ما شاء الله، يعني منتال كده. تمام، برافو عليك. اوه. تمام. انا هنا، احنا عايزين النمبر اوف فيميل يا محمد. الفيميل هم فين؟ ادي الفيميل اهو. النمبر بتاعهم كام واحده؟ 3 اللي هم 5 بلس 10 بلس بلس 50. 15. ده التوتال بتاعهم اهو. ما تقوليش 3، انا عايزه يعني في كام واحده هنا عندها نو اكسبيرينس في 5، وكام واحده متقدمه عندها 1 year experience 10، 2 years 15. يبقى هنعمل قد دول كلهم مع بعض. التوتال عندي اللي هو 75. يلا شوفوا لي كده، دي هتكون كام يا محمد؟ probability choosing one female. تبقى 0.4. اوكي 0.4. اوكي. طيب لو انا قلت ان احنا عايزين choose one uh, who has 1 year experience، عايزين probability ل 1 year experience. لاحظ ان الدرس ده اسهل درس على مدار السيشن كله، على مدار الحوار اه ده كله. جميل، ده جميل انا مش بصراحة. طايقاه ليه طيب؟ لا لا، جميل مفيش حاجة. بصي كده. والله أول ما اسهل من اللي فات. يعني انا هو شايفه بص، الدرس أحسن. هنا هو هيقول لي ايه، أنا عايز البروبابيليتي إن تشوز يكون 1 year experience. فأنا بترجم دي، أدي كلمة probability أديني كتبت بيه 1 year، كتبتها هنا 1 year.
فلما اجي احسب البروبابيلتي بتاعتي هقول ايه؟ النمبر اوف الناس اللي عندهم 1 year experience على اوفر التوتال. اللي عندهم 1 years experience اللي هم فين؟ اجي كده ادور عليهم هلاقيهم هنا اهو، اللي هم دول يعني، اللي هم كام يا بتول؟ ال 1 year experience. 15 و 10. ايوه برافو عليكي، 10 over 75. طيب لو انا قلت انا عايزه البروبابيلتي ان هو يكون 1 year or 2 year، شوفوا كده. هي قلت يسكن بلس صح؟ اه اور يعني بلس، تمام. يبقى انا هجيب الناس اللي هم 1 year وكمان الناس اللي هم 2 year، وتحت كده كده ال 75 اللي هم التوتال. يبقى فين ال 2 year كمان يا بتول اللي هم دول؟ يعني هقول 15 plus 10 plus 20 plus 50. 16. تمام كده البروبابيلتي. خدوا بالكم ان انا هنا قلت ايه 1 year و 2 year، انا في السيم كاتيجوري، يعني هما الاثنين عندي موضوع الاكسبيرينس. شوفوا كده جنب بعض اهو، ما غيرتش حاجه في التوتال. التوتال زي ما هو كام 75. هي هتكون 0.8. اوكي، يبقى مختارهم في مين هنا؟ يعني انا 1 year و 2 year ده في السيم كاتيجوري، الاثنين جنب بعض، يعني انا اخترت هنا وهنا. احيانا بقى يجي يعمل لنا ايه يعني كوكتيل خلاط كده ويقول لي بقى الله الله انا عايز حاجه من الفيميل، عايز يكون فيميل ويكون مثلا 1 year experience، يعني هاخد حاجة من هنا وحاجة من هنا. تمام، تعالوا نشوف بيكتبها لنا ازاي. يعني دلوقتي تخيلوا مثلا المدير اللي في الشركة دي جه وقال والله أنا عايز أختار سكرتيرة واحدة ست. يبقى دلوقتي الرجالة هتقول لهم إيه؟ مع السلامة، روحوا خلاص، إحنا هنختار الفيميل. ده المدير. أنا بكتب لكم السؤال كامل بس عشان تبقوا شايفين البروبابيلتي. شوفوا كده معايا، بيقول لي إحنا random choose one female, what is the probability she is 1 year experience. طيب أنا فين كلمة probability بدور عليها؟ أدي كلمة probability أهي، أدي probability إن هي she is 1 year experience. يبقى بكتب كده أدي probability 1 year experience equal أهو. عايزين النمبر اللي هم 1 year experience. احنا عارفين كده ان الحاجه اللي احنا عايزينها نمبر وات اي ونت اوفر التوتال. التوتال فين؟ طيب هو بيقول لي احنا تشوز راندوم 1 فيميل، اه يبقى التوتال هنا الفيميل. يبقى التوتال هنا مش كل بقى الموظفين ده، احنا خلاص الميل ده احنا قلنا لهم روحوا خلاص مع السلامه. هو المدير عايز سكرتير، يعني الميل قالوا لهم روحوا مش عايزين. فدلوقتي التوتال ما بقيش اللي هو 75 خلاص، لا ده كده لان الميل روحوا. فانا دلوقتي انا عايزه الفيميل بس. يبقى التوتال كده، تعالوا نشوف بقى هنا كده الفيميل يا ترى عددهم كام والنمبر اوف وان يير. تعالوا نشوف من الاول التوتال اللي عندي. دايما احنا بنجيب التوتال الاول.
الفيميل عددهم كام هنا يا محمد؟ كام واحدة فيميل؟ اللي هم دول الفايف بلس 10. الفايف والتن والفيفتين. ايوه برافو عليك، 5 بلس 10 بلس 15. وانا عرفت ازاي ان هو عايز الفيميل بس لان هو كاتب لي هنا اهو. اوكي طيب عايزين نفس ال 1 year. 5 بلس 10 بلس 15. تمام احنا عايزين بقى ايه ال 1 year experience بس تكون فيميل، اللي هي مين يا محمد؟ اللي هي دي، اللي هي 10. هي دي البروبابيلتي بتاعتي. تمام. ليه انا غيرت التوتال؟ لان هو ما بقاليش التوتال كله ده، هو بيقول لي انا عايز الفيميل بس، هو كاتبها كده اهو، عايز الفيميل. مهم. تمام. طيب هو بقى المدير كان عايزها فيميل، جت بقى المدام بتاعته قالت له ايه انت بتهبب ايه؟ احنا مش هنجيب سكرتيرات ستات، احنا مش عايزين فيميل، احنا هنجيب ايه ميل. لان معروفه كده المدير بيتجوز السكرتيره، فهي المدام ست ناصحه، فهي تشوز وان ميل. probability he is، طبعا he is بدل she is دي، طبعا كلامها هي اللي هيمشي مش كلامه هو، يعني ايه probability he is 2 years experience. تعالوا نشوف الكلام ده بقى. خلاص كده احنا ايه الفيميل كلهم هنروحهم وهنختار من مين الميل، حكم القوي على الضعيف اهي. نغير بس الكلام ده ونشوف ايه اللي مطلوب. غريب. يلا كده انا بدور على كلمة probability، اشوف فين كلمة probability اللي بعدها يبقى هو اللي هكتبه جنب ال probability. ادي probability he is 2 years experience، يبقى هكتب كده probability 2 years experience equal الحاجة اللي بكتبها جنب ال probability هي دي النمبر اللي احنا عايزينها، هقول له number of 2 years experience اوفر التوتال اللي هو عايزه بقى. بيقول لي هم خد بالك احنا عايزينهم مين؟ عايزينهم ميل. ينفع كده؟ خلاص كده تمام. مش هو زيرو. كده هو عايز مين؟ عايز الميل، يعني الفيميل نقول لهم روحوا، مبقاش يروحوا، مع السلامة. يلا تقدروا تحسبوا لي دي؟ هنجيب التوتال الأول اللي هم النمبر اوف فيميل امبولي. التوتال بتاع الفيميل يعني. لا الميل. لا ميل. ما هي طب جنب خلاص. ده كانت ده زيرو ولا كانت 10؟ اه ده هنا يعني. لا هي اتمسحت مني معلش، هي تاني. اه تمام. مش عارفة ليه حاسة انها بقى. دايما كده في البروبابيلتي اول حاجه بنحسبها هنجيب التوتال اللي هم الناس اللي هم الميل. احنا عايزين دلوقتي الميل يا عبد الرحمن، عايزين الميل. مجموع الميل يعني صح. كلهم الميل كام؟ 10 ودي 15 هنكتب 25 10 بلس 25 15 بلس 20. 20. طيب من الميل بقى اللي هم عندهم 2 years experience، مين اللي ليه 2 years experience؟ 20. اللي هم 20. 20. برافو عليكم. فهمتوا اللعبه ازاي؟ هي كده لما يبقى عندي تو كونديشن، يعني انا بصوا كده اخد الميل اللي هنا واخد التو يير اللي هنا، يعني عمل ايه؟ كوكتيل خلاط كده يعني. طيب انا ما ينفعش اللي هو الرقم ده اجمعه واخلص بدل ما اقعد اجمعهم كده. تجمع ايه؟ هو اقول لك حاجه، في الاكزام غالبا بيدينا هنا التوتال، يعني هو بيبقى كاتب لي كده ان هي مثلا 45، بيبقى كاتب لي هنا بدل ما لسه بقى هجمع 10 بلس 15 بلس 20. هو بيبقى كاتبها، لو مش كاتبها يبقى احنا هنجمعهم مع بعض. اوكي. اوكي فهمناها كده عشان هي دي الناس بتقع فيها، فيعني انا فهمها لكم كده بابسط حاجه بقى، والمدام والسكرتيره والكلام ده. تعالوا بقى نحل عليها في الاجزاء. يلا مثلا بتاع الارانب تاني مش مشكله اللي قدامنا تاني.
لا، هي نفس الفكره مش بتتغير. احنا التيبل قدامي هو ما بيتغيرش فيه حاجه. انا نفسي بس عايزه اعرف دلوقتي، بيقول لي انا عايز البروبابيلتي ان هو يكون ايه وايت، يعني بكتب كده بي وايت. يبقى بكتب بي وايت، يبقى هنا بكتب النمبر اوف وايت اوفر ايه. في شرط تاني ولا حاجه قايل لي ان هما بيج ولا سمول ولا ايه؟ لا، ما لا قاليش اي حاجه. مالش. يبقى هنا هاخد التوتال العادي خالص اللي هو كام. ايه ده، حاليا المسألة دي امبارح، اه قصدي حلل. امبارح اه نفس اه المسألة. مهم. هي. انا بجيب النمبر اوف وايت اللي هما كام، اللي هو 14. 14. 14 اوفر 30. دي كده البروبابيلتي للوايت. تمام، انا بس بعمل مراجعه. خلاص كده، تعالي نشوف اللي بعدها بقى. اللي بعدها بقى، ما هو لازم هيجيب لي حاجه كده اللي هي البسيطه، ويجي بقى التانيه اللي هي ميكس الخلاط. التانيه بيقول لي احنا الرابت is not of white. What is the probability؟ شوف انا همسك كلمه probability. This rabbit come from big size. يبقى احنا عايزين ايه probability للبيج. اللي هو 10. فانا هنا كده 10 البروبابيلتي بلس للبيج 2 سايز. بلس 4. تمام، اكتب كده بقى النمبر اوف البيج. طب وكانت وايد دي هنحتاجها برضو؟ وتحت عندي هنا بيقول لي ايه is not of white color، يعني مش عايزينه وايت. يعني مش عايزين وايت، يبقى هيبقى هنا البراون والجراي. بلس الجراي. شوفوا هنا كده عندي في نيو توتال. التوتال بتاع مين؟ يعني انا كده قلت الوايت مع السلامة، يبقى انا هختار مين اللي هم البراون والجراي. التوتال بتاعته، فانا بجيب التوتال الاول. تعالوا نجيب التوتال كده اللي احنا هنعمل 2 بلس ال 4 بلس ال 6 بلس اللي هي هتبقى 16. والنمبر اوف بيج، البيج هم اللي هم دول 6. اللي هي 6. برافو عليك. تمام كده، يبقى انا لما بشوف كلمة probability الحاجة اللي بتيجي بعدها دي هي اللي بكتبها كده، يعني probability بيج، وبعدين بكتب number of big over. وبشوف بقى التوتال عندي هنا بيقول لي ايه selected is not of white color. ماشي، يعني انت مش عايز الوايت، يبقى عايزين البراون والجراي. يبقى اجيب النمبر التوتال الجديد هنا، ده نيو توتال. ده نيو توتال. النيو توتال شفت البراون النمبر بتاعهم كام والجراي عددهم كام وكتبته. تمام يا مريم، يا محمد. تمام يا مس. تمام. تمام كده، عشان دي ناس بتقع فيها دي. عشان كده انا يعني رجعتها كمان تاني مرة. طب تعالوا ناخد واحدة ايه شكلها كده يعني ايه نفس الكلام هنا. تعالوا نشوف كده، نقول بسم الله. انا عيني اول حاجة اجيبها ايه كلمة probability. شايفين كلمة probability اهو؟ بيقول لي probability هي favor الماس اور الساينس. حاضر، ادي probability وادي الماس اور ساينس equal. يلا انا هكتب كده بقى النمبر للماس اور الساينس. انا ممكن اور دي كنت بدلها بكتب بدلها بلس، يعني ان احنا عارفين اور دي بنعملها بلس. وهنا الساينس. طيب التوتال عندي كام؟ التوتال هنا بيقول لي ايه ان هو يكون منين؟ من سكند. يعني احنا عايزين الطلاب اللي هم من سكندري بس. البرايمري والتيتاتري دول مش عايزينهم. يعني انا مش عايزه دول، مع السلامه روحوا. ودول كمان مع السلامه روحوا. والتوتال ده طبعا كده كده هيتغير، يبقى مع السلامه برضه. طيب نجيب التوتال الاول. اول حاجه نفكر فيها التوتال. يبقى اقول probability. التوتال عندي اللي هم السكندري. شوفوا هنا بدل ما لسه هعمل اد لل 18 بلس 55 بلس 10 بلس 5، هو ريحني وقال لي ان هم كام؟ 150. يبقى هكتب هنا تحت كده 150.
وبعدين نشوف الناس الطلبة اللي بتحب الماس والساينس، فين هما الماس والساينس؟ مين يقول لي هتبقى كام؟ 90 أيوة برافو عليك، اللي هي 80 بلس 10. بلس 10. تعالى هنك- الأسئلة دي يا ميس بتبقى نو كالك ولا كالك أصلا؟ لا كالك. طب الحمد نعمل لها سمبليفاي كده ونشوف هتدينا كام. هتبقى، شوف كده تديني ايه بقى، بنعمل لها سمبليفاي. 3 over 5. اوكي لتر دي. يعني السؤال ده مش اي حد يحله، ده اللي هم الطلبة اللي مستواهم عالي هم اللي بيحلوا السؤال ده. إذا أنا مستوانا عالي. م- كده السؤال ده اسأله أي حد زمايلكم كده تاني، هتلاقوه اديله السؤال ده مش عارف يحل. يعني أنا أقول لك بنسبة 99% هيحله غلط. واو. وعشان كده هتلاقوه في ده الإكزام دايما إيه يعني؟ هو كلامه محدد، هو عايز حاجة معينة. الفكرة بقى إن أنت تعمل كده زي ما أنا بقول لك الطريقة دي كده. ما هو الطالب ما بيعرفش بقى، أول ما بيبقى يلاقي تو كونديشن كده بيتوه، ما بيعرفش مهم. يستوعب. يلا النمبر دي كمان هناخدهم كلهم، يعني المهم إن احنا نعرف. يلا بينا نشوف ده. هنا بيقول لي if an employee age under 40، مالناش دعوة بيها، أنا عايزة كلمة probability. أدي كلمة probability، شايفين ولا أكبرها شوية كده أهو. أنا أهم حاجة عيني بتجيبها الأول، أنا عايزة إيه؟ ال probability هي is practice in a kind of sport. يبقى شايفين كده أدي كلمة probability، أدي يبقى probability ناخد بس الصف اللي فيه البراكتس اللي كينج. هو كينج any kind. سبورت. أيوه، اللي أه هو أول واحد، أول any صف. kind. لا مش هاخد أول صف، أنا هكتب كده بس ركز معايا. يبقى هنا هنكتب كده number of any kind، واحدة واحدة بس عشان ما نبدلش حاجة وانتوا. هو يبقى أنا صف عايزة الأندر فور. وتحت اللي هو under 40. مم. يبقى احنا عايزين مين؟ الأندر 40. فين الأندر 40؟ يعني احنا عايزين دول بس، والجريتر ذان 40 دول مع السلامة. يلا نجيب التوتال اللي هما بتوع الأندر 40. التوتال كام؟ والله هو مريحنا، هو جايب لي التوتال اهو. يبقى 260. والناس اللي هما practice any kind of sport هتكون كام يا مريم؟ 22. شكرا يا عبد الرحمن. قالت ايه مريم. رأيك؟ ايه رأيك يا مريم هيكونوا كام؟ 22. تمام. لا. ماشي. صح صح برافو عليك اهي، ما هي any kind of sport هي دي. يبقى هي دي البروبابيلتي، هنعملها simplify. هتبقى 11 over 30. يبقى انا بشتغل ازاي لما يديني تو كونديشن زي كده؟ عامل لي ميكس خلاط كده، من هنا من هنا ومن هنا، يعني عايز حاجه من هنا وعايز حاجه من هنا. انا بمسك كلمه probability ادور عليها، ادي probability هي practice any kind، كتبت كده practice probability any kind، وبكتب فوق number of any kind. لما انت ما عنديش غيرها، هي رول واحده بس بتاعت البروبابيلتي، number what I want over التوتال. والتوتال بقى اخد بالي ان هو بيقول لي ايه، احنا عايزين الناس اللي هم يعني under 40. خلاص يبقى هو ده التوتال بتاعي، فدايما بنبدا بالتوتال. التوتال عندي اهو، والله هو مريحني وعمل لي التوتال بتاعي 260. احيانا مش بيريحنا ويسيبنا احنا نعمل ايه، فانا جاب لي التوتال. خلصنا التوتال اهو، وبعدين فوق هنا النمبر اوف اني كايند اللي هم دول. يلا هو بينا. لازم كله كالك ولا حاجات وحاجات؟ البروبابيلتي غالبا يعني بنسبة 95% بيبقى بالكالك. اهو شايفه انت كل اسئلتنا هو كالك. طيب كويس. تقدروا البروبابيلتي طالب ايه بقى؟ طالب تشوفوا كده، ما ياخد ما يعني ما تشوفوش التيبل كده البنسز. تقولوا ده صعب ولا بتاع، ده طالب سهل. بنسز. طالب البنسز. بيزنس. بيزنس قصدي. بيزنس، مش مشكلة أي حاجة، المهم نحلها صح.
تمام، ده الرقم اللي هيتكتب تحت اللي هو التوتال. البروبابيلتي ده اللي فوق ده. بص كده، هكتب ادي probability. البروبابيلتي أيوة بيزنس. بيزنس. ركز يا عبد الرحمن. ايوه، ده انا قصدي ان مجموعه هيبقى تحت مجموع البيزنس ده لا، توتال. ده النمبر اوف بيزنس هيبقى فوق يا عبد الرحمن، والتوتال بقى اللي هو التاني ده اللي هو work outside his field. هجمعهم دلوقتي ابدا حضرتك الناتج على طول. اه، ركز يا عبد الرحمن. بص كده، انا لما بكتب probability للبيزنس بكتب كده probability للبيزنس، فانا البيزنس دي يبقى انا عايزه النمبر اوف بيزنس فوق، والتحت اللي هو الشرط التاني اللي بيبقى كاتبه في اي حته بقى، يبقى البيزنس هو اللي هيتكتب فوق، لان انت لو بدلت فوق وتحت هتجيب اجابه غلط، وطبعا الاكزامينر ما تفوتوش الحته دي، فانتوا عارفين لو بدلتوا دول هتلاقوا لكم اجابه شبهها هنا. يلا نجيب التوتال الاول. يعني هو ثواني كده، احنا عايزين الناس اللي هم ورك اوتسايد. هنا بيقول لي ورك ان their فيلد، لا احنا عايزين الاوتسايد اللي هو ان انذر فيلد يعني، بس هو غير كده يبقى مش عايزين دي كمان، يعني احنا عايزين دول بس. يبقى هو ده التوتال، ده النيو توتال اهو. اللي هم الناس اللي بيشتغلوا اوتسايد الفيلد، يعني اوتسايد يعني انذر فيلد. يعني هنا هتبقى 2 3 7 8 4، وعايزين الناس اللي هم كده مش اختار زي ما أنا عملتها ليه؟ البيزنس اللي هم دول 11 11 7 5 3. نعم. مش زي ما أنا عملتها. احنا بصي، احنا عايزين الناس دايما وانت بتتكلمي كده تسألي نفسك احنا عايزين مين. احنا عايزين الناس اللي هم work outside. فكلمة outside هو ما فيش هنا كلمة outside، بس هي in another field، يبقى احنا عايزين دول. كنت فاكرة إن أنا هو التوتال بتاع البيزنس. لا، يعني البيزنس النمبر اوف بيزنس هيبقى فوق. مهم. هو الفكره ان انا تلاقي ان الناتج غير المكتوب اصلا. نعم. تلاقي ان الناتج غير المكتوب اصلا. الناتج اللي طالع لك هيبقى كده 0.49. ايوه، طب ده مش مكتوب. ما هو يا ابني هي مش دي شبهها قوي. ازاي بقى؟ ايه. أيوة احنا خدنا كده المفروض إن التسعة أكبر من الخمسة فتيجي الفور واحدة. ماشي. ايه. نعمل لها كنترول approximation. حلو أوي. approximation اقرب حاجة ليها هي دي. المهم ان انتوا تركزوا لي بس ان التوتال اللي عندي اللي هو ايه ورك اوتسايد فيه. يعني انا هنا اول حاجه بنبدا فيها بقول probability البيزنس، فكتبت كده probability business، فكلمه business يبقى هي دي اللي هتتكتب فوق وتحت، اللي هي الكلمه اللي بدور عليها بقى بعد كده الكونديشن التاني work outside his field، فكتبت هنا work outside. يبقى الحاجه اللي هو طالبها هنا دي بتتكتب فوق. عشان كده انا بحل معاكم كل الاسئله بتاعت الشيت. يعني يلا بينا نشوف حاجه تاني. كان في واحد تاني برضه هنا، احنا اخدناهم كلهم تقريبا. طيب انا هسألكم حاجه انا تاني غير اللي قدامنا ده كده. اعمل ايه؟ طب انا هسألكم حاجه عشان اشوف فهمتوا ولا لا معايا. ماشي.
or science. احسبوا كده اللي انا كتبته ده. دايما هبدأ من عند كلمة probability. يبقى probability يلا يا محمد تعالى نحسبها مع بعض. انا هسيبها انا ومحمد وشوف انتوا بقى عملتوا ايه. يلا يا حمودي. آه عايزين ادي probability اللي هو بايه English or science. ساينس يبقى انا هكتب هنا English اور or ساينس. science. يبقى انا هنا هجيب ايه النمبر للي بيحبوا الانجليش or الساينس. طيب تحت هنا هنكتب ايه؟ اكتب اهو اه 8 اه برايمري. البرايمري. تمام. دي اف برايمري. واسال نفسي بقى يعني هو كده عايز مين؟ عايز الطلبه اللي هم في البرايمري بس، والباقيين كلهم يعني بيقول لهم روحوا خلاص. اوكي يعني السكندري مع السلامه والتتري مع السلامه. يلا نجيب التوتال بقى بتاع البرايمري. عددهم كام البرايمري؟ هو برايمري مديني عددهم اللي هي دي، تمام اللي هي كام 120. 125. تمام ده الطلبة اللي هم في البرايمري كلهم 125. طيب الناس الطلبة اللي بيحبوا الانجليش والساينس فين هم طيب؟ 35 ايوه برافو عليك. بلس ال 15. والساينس 15. ممتاز يا محمد اكسلنت. شكرا يا ميس. برافو عليك. كلنا حسبنا كده. ايوه. تمام اه برافو. شايف. خلاص تمام كده احنا كده خلصنا اللي احنا اخدنا السيشن اللي فات، فادينا رجعنا عليه تاني مرة لان انا عارفة دي الناس بتنساها كده شوية. تعالوا ناخد الجزء بقى لما احنا كده اخترنا وان ستودنت. طب نفترض هو بقى بيقول لك انا عايز اختار تو ستودنت او عايز اختار تو بول او تو ماربل او اي حاجه يختار تو. احنا كده اخترنا وان، كل الكلام ده احنا تشوز وان. تعالوا نشوف الحاله الثانيه بقى في البروبابيلتي ان هو تشوز. وممكن تو ممكن 3 يعني براحته بقى في الاكزام. هو مره جاب، هي مره بصراحه اللي جابها 3 لكن غالبا بيبقى تو. يعني هنختار تشوز. يعني وان دي اصلا مش بتيجي لا لا دي بتيجي كتير جدا. اصلا. اه الاكتر حاجه بتيجي اللي هي اللي انا كنت لسه بشرحها لكم دلوقتي اللي هو بياخد تو كونديشن كده بيعمل كوكتيل خلاط. لان الطلبه مش بتعرف تحلها فهو دايما اللي بيجيبها. ف العند ده. اه فاحنا هناخد بقى التانية برضو لان هو برضو بينوع. يعني احنا في الاكزام بيجيب لنا حوالي 4 اسئله من البروبابيلتي، فبيجيب من كل الانواع. وفي الايست 2 كمان بيجيب برضو حوالي سؤالين 3 من البروبابيلتي. فالليسن ده مهم جدا لان بيعتمد في ايست 1 وكمان ايست 2. فانا بديكم كل الاحتمالات اللي ممكن يجيبها لنا. فسهله ان شاء الله. مو تشوز مور ذان 1 يعني احنا هنختار اكتر من 1. زي مثلا تعالى ناخد بقى الاكزامبل المشهور خالص بتاعنا اللي هي عندي باج وفيها ايه دي؟ باج بس. باج فيها 3 ريد بول
وعندي 4 بلو و3 يلو. اوكي، ادي الباك بتاعتي. وبعدين بقى عايز البروبابيلتي، هيسحب he will draw 2 balls. يلا بقى عايزين نتسلى كده شوية. يقول لي ان هما البوس، عايز البروبابيلتي. find البروبابيلتي ان هما البوس يكونوا ريد، او ممكن تاني حاجة الفيرست ريد، والسكند بلو، وتالت حاجة الفيرست ريد، رابع حاجة السكند بلو. عارفين الميكس اللي انا بعمله ده ممكن يعني اجيب لك مليون سؤال، مليون ميكس بقى. البوس ريد، البوس بلو، البوس يلو، الفيرست ريد، السكند ريد، different color، مثلا different color. انا هعلمكم بقى الطريقة، اي سؤال ان شاء الله نعرف نجاوب عليه، اي حاجة. تعالوا نجيب بس التوتال الاول، ونجيب البروبابيلتي للريد والبروبابيلتي للبلو واليلو عشان هنحتاجهم دلوقتي. يبقى انا هنا التوتال عندي كام؟ التوتال هنا يا مريم كام؟ اللي هو 3 بلس 4 بلس 3 اللي هم كام يا مريم؟ يعني بس هو دلوقتي توتال 200. تمام. لو عايزين نجيب البروبابيلتي للريد تبقى كام؟ يبقى فوق النمبر بتاع الريد. اهو وتحت توتال، يعني هتبقى 3 اوفر 10. تمام. يلا البروبابيلتي للبلو. يبقى 4 over 10. برافو عليك. طيب البروبابيلتي لليلو 3 over 10. 3 اوفر 10. تمام، دول هنحتاجهم احنا دلوقتي. هنعمل بقى ايه؟ طالما ان هو بيختار 2 بول او ممكن 3 بول، هنعمل تري. هي ايه بقى التري دي؟ عايزاكم تتعلموها معايا. بنعمل شجرة، هنعملها باللون الأخضر. أول فرع عليا في التري أهو. هما كام لون عندي؟ أدي الريد، وأدي البلو، وأدي اليلو. يبقى ده كده ده الفيرست، أول اختيار ليا. شايفين أنا عملت إيه؟ أدي ريد بلو يلو، اللي هما الثلاث ألوان اللي عندي، دي ريد بلو يلو. لو غيرهم أنا هغير هنا. طيب تاني مرة هنختار. ممكن أول مرة أختار ريد، وتاني مرة هيبقى عندي برضو 3 نفس اللي فوق ده هكرره. هكتب كده أدي ريد بلو يلو، وهنا برضو نفس الكلام. هكتب ريد بلو يلو. عايزاكم ترسموها بإيديكم عشان تتدربوا عليها. أدي ريد بلو يلو. الصف التاني ده اللي هو السكند تشويس. ناخد لون جميل كده ما أخدناهوش قبل كده. يلا نشوف أول حاجة. بيقول لي أنا عايز البوس يكونوا ريد، يعني الفيرست تكون ريد والسكند تكون ريد. فين الفيرست ريد والسكند ريد؟ ما هي دي، ادي الفيرست وادي السكند، صح كده؟ هو ده اللي عايزه. يبقى نمبر ايه. بيقول لي البوس ريد، يعني معناه ان الاولانيه ريد والسكند ريد، يعني هتبقى ار يعني انا هجيب البروبابيلتي للريد وكمان البروبابيلتي للريد. يلا نحسبها كده. البروبابيلتي للريد احنا قلنا كام؟ 3 اوفر 10.
وكمان واحدة كمان اهي probability rate، يبقى هتبقى 3 over 10 كمان، يعني هتبقى 9 over 100. طيب لو قال لي انا عايز الاثنين البوث ار بلو، الاثنين بلو، يبقى هنيجي هنا كده ادي بلو وادي بلو، يبقى هكتب كده بلو وبلو، واجيب البروبابيلتي للبلو اللي هي 4 over 10 multiply 4 over 10. تمام كده. لو قلنا عايزين بلو وبلو او ريد وريد، مفهومه كده؟ اول حاجه ان يقول لي البوث ار ريد، يبقى انا اخترت مين؟ الريد ريد. لكن لو قال لي البوث بلو، يبقى هنقول بلو وبلو. تمام، يلا نشوف اللي بعدها. دي احنا ما طلبناش في حاجه خالص. تاني واحده بيقول لي ايه؟ انا عايز الفيرست تكون ريد والسكند، شوفوا كده بيقول لي ايه، انا لازم الفيرست تكون ريد والسكند بلو. طيب تعالوا ندور كده. الفيرست ريد ادي ماشي، الفيرست ريد اهي، والسكند بلو ادي السكند بلو اهي، يعني هتبقى ريد بلو. في حاجة تاني تنفع؟ الباقيين مش هينفعوا، لان هنا الفيرست هتبقى بلو، وممكن تقول لي اه ماشي هي بس هينفع بلو ريد، يعني لا ما ينفعش، لان لو قلت بلو ريد يبقى معناه ان انت كده بتقول ان الفيرست بلو والسكند ريد. هو مش عايز كده، هو عايز الفيرست ريد والسكند بلو. يبقى هي دي اللي هي ريد وبلو، يبقى ار بي. الار احنا عندنا بكام البروبابيلتي بتاعتها؟ اللي هي 3 اوفر 10، والبلو اللي هي 4 اوفر 10. خلصنا تاني واحد. تعالوا نشوف تالت واحدة بقى. بيقول لي انا عايز الفيرست، احنا كل مرة ليه مصممين على الريد؟ بلاش الريد دي، خليها بلو، احنا براحتنا بقى. عايزين الفيرست تكون بلو، بس السكند اي حاجة براحتك، يبقى نمبر 3. وبيقول لي ايه، انا عايز الفيرست بلو، يعني انا واقفة فين دلوقتي؟ هنروح فين؟ يعني احنا هنا نغير بس اللون. اه يعني هو بيقول لي خد بالك ان الاولانيه، الكوره الاولانيه هنسحبها لازم تكون بلو، يعني انا هنا، يعني الريد مش هتنفع واليولو مش هتنفع، يبقى احنا واقفين هنا. طب هو اداني شرط على تاني كوره هنسحبها؟ لا، يعني انا ممكن تنفع معايا دي وتنفع دي وتنفع دي، يبقى هكتب كده. شوفوا هكتب ايه دلوقتي بقى، هكتب بي ار بلس بي بي بلس بي واي، يعني هضرب دي في دي، وبعدين هضرب دي في دي، وبعدين هضرب. خدوا بالكم لما بروح من برانش لبرانش بعمل بلس، او لو انا ماشيه في نفس الخط كده هقول بي ار، يبقى بضربهم في بعض ملتبلاي، وبعدين بي بي، وبعدين بي ار. اه هما 3 حاجات هنحسبهم، من 3 حاجات. كل اللي انا هعمله هعمل ايه؟ هبدل البي دي اللي هي البروبابيلتي بتاعت البي، اللي هي هتبقى 4 اوفر 10، والريد اللي هي البروبابيلتي للريد اللي هي 3 اوفر 10. يلا تعالي يا بتول كملي معايا. اوكي، كمان 3 over 10. اه البي اللي هي 4 اوفر 10، والبي التانية احنا اخدنا اول واحدة، البي التانية دي هتبقى كام؟ 4 اوفر 10 بلس اليالو هتكون 3 over البي. بس احنا لسه ما كتبناش البي دي الاولانية اللي هي 4 اوفر 10، واليلو اللي هي انت وانا قلتي. هكتب كل بي. ما هي بصي انا كاتباهم كده، وكل حاجة لازم ابدلها، يعني البي دي هتبقى 4 اوفر 10، والريد اللي هي 3 اوفر 10. تمام. ونحسبهم بقى على الكالكوليتر نشوفهم كام. اوكي. انا ليه اخدت ان هي السكند بور هتبقى ريد وبلو ويلو؟ لان هو قايل لي انا عايز الفيرست بول تكون بلو،
والسكند سايبني اختار براحتي. فما فيش حاجة براحتي بقى، انا لازم اختار الريد والبلو واليلو. ما انا لازم اختار تو دول، مش اختار واحدة بس واقف. انا قلت بس سيبني براحتي واختار اللي انا عايزاه، ممكن ما اختارش وبتاع. فهو بس بيديني كونديشن ان انا اختار الفيرست بلو. طيب تعالوا كده، لو قال لي انا عايز الفيرست يلو، يلا نختار كده الفيرست يلو. لو انا هختار الفيرست يلو، شوفوا كده، يبقى انا هاجي هختار هنا دي اللي هي الواي. كنت هقول ايه؟ واي ار. خلينا نمسح دي، اكتبها كده واي ار بلس 2/5. واي اللي بي. تحت يا ميس الإجابة 2/5. اه. تمام. 2/5. طيب لو قلنا عايزين نختار الفيرست تكون يلو، الفيرست يلو، يبقى كنت هقول يلو ار، يعني هاخد ده مع ده، وبعدين يلو بي، بعدين يلو يلو. يعني يعني دول كده، شايفين اللي انا كتبتهم دول اللي هي واي ار واي بي واي واي. فبنعمل ايه بقى؟ الواي دي اللي هي البروبابيلتي بتاعت الواي اللي هي 3 اوفر 10، والريد اللي هي 3 اوفر 10 برضه. بتلخبط قوي. يعني ايه؟ بتلخبط. هي مش بتلخبط ولا حاجه، هي ارقام كتير. انا تايهه اصلا وهتوه زياده. لا هي مش هتدوي، استني، ما تقوليش كده عشان ما تدوي. طب انت فهمتي ان انا اختار الفيرست بول بس ان هي انا تكون مخي هيخليني لا اتوه اختار حاجه غلط. الفيرست بول ان هي بلو. يا يا بتول، ان انا اختار الفيرست بول تكون بلو. والبايو الحصة هتكون ايه؟ يوم الجمعة. ايوه. انا بس عايزاكي تفهمي ان انا دلوقتي عايزه اختار الفيرست بلو، فالفيرست بلو ما هو ده الفيرست. مهم. ده الفيرست. الصف ده كده ده الفيرست، والصف اللي تحت ده السكند. فهو لما يقول لي انا عايز الفيرست بلو، يبقى انا اخترت دي لان هو عايزها بلو. طيب السكند ايه يا عمنا؟ هو ما قاليش السكند ايه، فانا هختار بقى ان السكند هتبقى ريد، ومره هتبقى بلو، ومره هتبقى يلو، بس ما بكتبهمش كده لوحدهم، بكتب بي ار، وبعدين بي بي، وبعدين بي 1. ونفس الكلام لو قال لي انا عايز الفيرست يلو، عايز ده، كنت هعمل ايه برضو؟ كنت هقول له يلو ار، يلو بي، يلو يلو. اوكي. طيب تعالي نشوف اللي هي السكند بلو. احنا المره دي احنا بنتكلم بقى هنا، المره دي بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عايز السكند هو اللي يكون بلو. هو فين السكند بلو؟ تقدر يا عبد الرحمن تقول لي فين السكند بلو؟ اللي هي، تقريبا ايوه برافو دي. عليكي، فعلا دي السكند بلو اهي. امسحها بقى العك بتاعي ده. لا خليها صح، كلامك صح. اخليها. وادي هنا كمان دي بلو اهي، وادي هنا كمان بلو اهي، صح كده؟ مش عارفه يعني اعمل ايه بقى؟ اختارت لنا السكند. طب الفيرست هتكون ايه؟ ما هو انا مش هينفع اخد السكند بس، فانا لازم اخد الاختها اللي فوق دي. فانا كده هكتب ايه؟ هكتب ار بي، وتاني واحده هكتب بي بي بي، واخر واحده هتبقى واي بي، لان انا عايزه اختار كورتين. فيلا نكتبهم كده، والمره الجايه انت ليك يا عبد الرحمن تحسب. اهو. يبقى هنكتب كده، هكتب ار بي بلس بي بي بلس واي بي. شوفوا كده، نتأكد ان السكند كل مرة هنا مين؟ بلو. بس الفيرست عادي تبقى اي لون، ممكن تبقى ريد، ممكن تبقى بلو، ممكن يلو.
فهي دي. طب انا بعد ما كتبتها كده، لا خلاص، يلا بقى نعمل ريبليس بقى. الريت بتاعت البروبابيلتي للريد كام؟ يلا نحسبها. هتبقى 3 اوفر 10. والبروبابيلتي للبلو اللي هي 4 اوفر 10، بلس البروبابيلتي للبلو برضو اللي هي 4 اوفر 10. انا عارفة ان هي رخمة، يعني رخمة وارخم من الرخامة كمان. يعني عشان ايه؟ انا حاسة بيكم. حاسة بيكم. هي مسلية والله، بس انا هتوه وهتلخبط. لا لا، مش هتتلخبط ان شاء الله. نعملها واحدة واحدة كده بالراحة. انا عارفة مخي. لا لا، مش هتوه. ما تقوليش انك هتوه، عشان لو قلت هتوه يبقى فعلا هتوه. لا، انا هعرف احلها ان شاء الله. ربنا يساعدني ان شاء الله. تحس ان انت بتلعب لعبة كده، يعني ايه. اها بالظبط. اه زي الدرس اللي هو كان بتاع برضو النبات وكده، ونبات هيعمل. الانهيرتنس. اها الوراثة. انهيرتنس، ان هو الاب هيبقى مش عارف، من غير شعر وبشعر بالظبط، وطويل. حرفيا بالظبط. تشبيهها كتير. تمام كده. احنا اخدنا ايه؟ السكند بلو. امال لو شفت بقى الديفرنت كلر. الديفرنت كلر هتزعلوا قوي. يا لهوي. الارقام كلهم الديفرنت كلر دي كان جايه في الاكزام. بتاعنا. كان جايه في ايست 1. اها. تعالوا نشوف بقى الديفرنت كلر. هناك يعني مسحت يلا يا المسألة وأنا بكتبها أصلا عشان أحلها. صباح عبد الفل. الرحمن، يلا يا عبد الرحمن، تعالى نشوف بقى لما يكونوا الاثنين ديفرنت كلر. طبعا يعني مختاره لك حاجه جامده يا عبد الرحمن. ديفرنت كلر يعني الاولى هتكون مختلفه عن الثانيه. تعالى نشوف اول حاله، انها تكون آه ار هتنفع. لا، ار يعني الاثنين لونهم ريد، هو ما يا ار تنفع. بي يا اي واي. يلا بينا. ادي ار بي بلس ار واي. ده انت لسه ما خلصناش يا ابني، لسه بقى روح لسه للبلو. بي ار وبي واي. ايوه، بي ار بلس بي واي بلس. واي ار وواي بي. ايوه. برافو عليك. بس كده كفايه كده. بس ونكتب الأرقام بقى وأحلها دلوقتي ثانية. ار بي الار 3/10. الرخامه بقى اللي كانت جايبها لنا في الاكزام ان هو مش هيختار 2 بول بس، ده 3 بول. وقال لك ان بلس الثلاثه يكونوا مختلفين عن بعض. ار واي 3/10 تاني. يلا يا محمد، يلا يا بتول. مش لازم الناتج صح عشان أنا زهقت الصراحة. المهم ان احنا عرفنا الفكره. لا الفكرة سهلة يعني. اللي ما عمله نجيب المختلف بس. يعني ما اللي ينفعش عمله نجيب حاجتين مع بالنيات. بعض. الأعمال بالنيات. بس يعني هي بتكون كده، بس مفيش صورة تانية. بس كده خلاص خلصت. ايوه، هيطلب مننا ناتج ساعتها ولا مش هيطلب؟ لا. ايوه اكيد. طب ده كله مش هيطلب. لا، هيطلب الناتج. انا مكسل أنا اكتب كل ده في المسألة الصراحة. تعب تعب بقى. بقول الصراحة. تمام، فهمناها كده. دي with replacement، يعني أنا الكرة اللي بسحبها في الأول برجع أحطها تاني. معلش بس سامحوني، هناخد بس اللي هي without replacement. وات از ذس؟ without replacement يعني أنا لما هسحب كرة هديها لعبد الرحمن، أقول له حطها في جيبك يا عبد الرحمن، كورة ما ايه؟ ترجعهاش تاني. دي هنا فين كور دي؟ اهي قدامك اهي، مش دي كور. ماشي، انت يلا قصدك بينا. على الار والبي والواي. تعالى نشوف بقى لو كان السؤال ده بالظبط هو، بس هنعمله without replacement. طب وبعد ما ياخدها يعني بعدين. التوتال حطها في هيتغير. جيبي بقى. هو والله. مش ده اللي الميس قالته في الاول؟ حطها في جيبي حاضر. وبعدين بعد تدخل لا جيبك. استنى بس، ايه اللي بس كده هيتغير بقى؟ المسألة خلصت. ايه اللي الله. هيتغير بقى؟ لا لا استنى، احنا الموضوع كبير شوية، يعني هو مش كبير قوي. يلا تعالى نشوف اللي هي لما يبقى فيه without replacement.
هزود بس كلمة صغيرة هنا كده without replacement. شايفين كلمة without؟ كلمة without آخرها out. out يعني بره. بتفكرني out، يعني إن أنا الكرة هاخدها أحطها في جيب عبد الرحمن. واروح ابيعها بعد الظهر. انت كده اوت ازاي؟ ايوه واروح ابيعها بعد فتعالوا الظهر. بقى، إيه اللي هيفرق معايا لما أشوف كلمة without؟ معناه إن أنا في الأول التوتال هيبقى 10، وتاني مرة كل مرة خدوا بالكم هيبقى 9. يعني هم في الأول هيبقوا بختار من 10 بول، 10 كور. فأنا المفروض خدت هتروح بقى تروح لعبد فأنا الرحمن. خدت واحدة اديتها عبد الرحمن، فهم بقيوا كام في الباك دلوقتي؟ بقيوا 9. 9. انا سوري. يلا بينا نشوف مثلا لو هنجيب ايه اللي هم البوست ريت. ماشي، البوست ريت يعني الأولانية هتبقى ريت والتانية ريت. يلا نكتبها بقى. الأولانية كده كده مش هتتغير، احنا البروبابيلتي للريت اللي هي كام؟ 3 اوفر 10. طيب يلا التانية بقى هنا التوتال هو اللي هيتغير. التوتال بدل ما كان 10 هكتبه ايه؟ 9. 9. عشان انا الريد، خدت الزياده دي حطيتها في جيبي. ايوه. هو عبد الرحمن خد واحدة لونها أحمر، مم. دلوقتي اللي لونهم أحمر بقوا كام؟ بدل 3 هيبقوا كام؟ يبقوا 2. هيبقوا 2. برافو عليكم. عملت مشكلة يا عبد الرحمن. خلاص هاتها حلوا انتوا الباقي. هاتها أحسن لك. لا اروح ابيعها بعد اذنكم. ايه بس مش كده هينفع. وعبد الرحمن خد واحدة. خلاص كملوا انتوا حل بقى. بس انا كده عرفت الفكره. يلا نشوف تاني واحدة بقى، الفيرست ريد والسكند بلو. يلا يا محمد، ندي محمد الكرة المرة دي. الفيرست ريد والسكند بلو، ريد وبلو، يعني هكتب ايه؟ ار وبي. يلا يا محمد تعالى نحسبها مع بعض. الريد احنا قلنا كام؟ اللي هي الاولانيه مش بتتغير. الريد عددهم كام يا محمد؟ البروبابيلتي بتاعتنا. 3. ايوه برافو عليك، 3 اوفر 10. تمام، يلا هنجيب بقى البروبابيلتي تاني مره، دي اللي هي بتاعت البلو. بس تاخد بالك ان هما التن انت خدت كوره برضه، يبقى باقي هنا ايه؟ باقي 9. البلو كام واحده؟ 4. 4، يبقى هتبقى 4. خد بالك ان انت الكوره اللي اخدتها في الاول كانت ايه؟ كانت ريد، فعشان كده النمبر بالبلو ما اتغيرش، ما حصلوش حاجه، هم زي ما هم فوق. تمام. يبقى طب هيبقى امال ايه فور بس انا اوفر. هي بس المره اللي تحت اللي هي بدل 10 تبقى 9 بس. تعالى بس ركزوا معايا، المره اللي فاتت كانت كده. مش المفروض انقص من الفور 1 تبقى 3؟ تعالى نشوف دي ونشوف دي. احنا في الاول هنا قلنا الريد عندي 3 اوفر 10، وبعدين هنا هيبقى 2 اوفر 9. هنا انا اول مره لما سحبنا واحده لونها ايه؟ ريد، فهو اخد كوره عبد الرحمن وحطها في جيبه لونها ايه؟ ريد. فتاني مره لما اجي اسحب الريد بقيوا كام عندك؟ وعبد الرحمن خلاص خد واحده، يبقى باقيين كام؟ 2. اللي بيتسحبوا الريد بس يعني. اه، وبعد كده هنا الناين عندي بدل التوتال، بدل ما كانوا بس 10 لكن بقوا اللي 9. فوق الفور دي تبقى بي تبع البي فمش فانا هتتسحب. هنا تعالي نشوف كده، احنا سحبنا اول مره ايه؟ واحده ريد. يلا محمد خد الريد. العدد النمبر اللي اتغير بس الريد، لكن البلو احنا ما خدناش منهم حاجه، البلو لسه زي ما هم فوق. التوتال بقى هو اللي اتغير، بقي 4، بقي 9. ايه السؤال بس؟ طب وفي الريد التوتال اتغير والبروبابيلتي اتغير؟ اه، والعدد اللي فوق اتغير برضه، يعني الاثنين اتغيروا. مش لان انا ليه التوتال اتغير يا مس؟ التوتال، انت مش خدت واحده في جيبك وحطيتها، وهم كانوا 10 هيبقوا كام؟ 9. مش انت ما هو بيقول لك without replacement، يعني انت خدها وحطها في جيبك ما ترجعهاش. هو الكلام ده سؤال صغير بس. هو اه، يعني الحوار ده بيختلف، يعني النقطة دي بتختلف من مثلا الحرف الأولاني ولا الاولاني مش بيتغير، هو دايما بيبقى يعني ثابت. اي الريد واحد ده ثابت؟ لا، يعني انا البروبابيلتي الاولانيه دي اللي هي الريد، هي دي اللي فوق مش أنا هتتغير في حاجه. قصدي لو ابتدى مثلا وقصدي ببي. تكون يعني يلو ممكن تكون بلو تقريبا. لا عادي نغير بلو ونغير تعالى، لا براحتك بقى، انت عايز ايه؟ يلا. وبدايتها بقى بتتشال بقى على اه، حسب غير البداية، بنبدأ ننقص بقى صح؟
يعني انت مثلا عايز حاجه تكون ايه، مثلا يقول لك انا عايز الفيرست، سي مثلا يقول لك انا عايز الفيرست بلو، والسكند تكون يلو، دي السكند. يبقى احنا عايزين بي واي. طيب البلو احنا عندنا كام؟ اللي هي 4 اوفر 10. تاني واحده التوتال انا متاكده ان هو لازم هيبقى ايه؟ هيبقى 9. بس اليولو عددهم كام؟ اليولو 3. 3. يبقى هي دي البروبابيلتي. يبقى انت كده اخدت واحده لونها ايه؟ لونها بلو. على حسب الفيرست يعني. على حسب الفلوس. لكن لو كانت بلو بلو كانت يبقى أول واحدة هنا كده تتكتب زي ما هي. 2 هتبقى 2 اوفر 9. اللي هم البلو عددهم كام؟ 4، يبقى هتبقى 3 اوفر 9 لو كانت بلو بلو. يبقى هتبقى 4 اوفر 10 وبعدين 3 اوفر 9، لان دي هتقل واحده ماشي. ودي هتقل واحده. اوكي فهمت الفكرة. بس انا برضو مش فاهم الناين دي موجودة ليه او الناين اه هما، انا اقول لك حاجه، هي تخيل كده ان عندك شنطه فيها 10 كور. تمام. سحبنا اول مره كوره وحطيتها في جيبك. تاني مره لما تيجي تسحب الشنطه هيبقى فيها كام كوره؟ هيبقى 10 ولا 9؟ 9 9. ايوه، هيبقى 9. يبقى التوتال بتاعي هنا 9 اهو. طب هو عشان انا يعني هو اللي بعد الفيرست هو دوت اللي بيبقى انا خدته. يعني دي اول مره، دي السحبه الاولانيه، دي الفيرست، ودي تاني مره. تمام. التوتال يعني هنا شوف انا كاتبه لك التوتال، ان التوتال اول مره هيبقى 10 وتاني مره هيبقى ايه؟ 9. 9. طيب لو سحبنا كرة تالتة يبقى تالت مرة التوتال هيكون كام؟ 8. يبقى وانا بستخدم كده هتلاقي مثلا لو هنسحب ثلاث كور كنت هقول لك مثلا ار وبي وواي. لو سحبت الثلاث كور دول، تعالى نكتبها كده يا محمد. يبقى الريد الاولاني اللي هي 3 اوفر 10 تايمز، تاني مرة بقى اروح كاتبة هنا 9، وتالت مرة اروح كاتبة 8 عشان ما انساهاش بس الاول. لو انا هسحب ثلاث كور اهو، وبعدين ادور على البلو يا ترى عددهم كام؟ 4. طب اليلو عددهم كام؟ 3. اللي اتغير معايا مين؟ التوتال تحتها، لان انا اول مره سحبت الكوره وبعدين حطيتها في جيبي وبعدين سحبت كوره تانية حطيتها في جيبي وهكذا. يعني كل ما العدد زاد كل ما هي بتقل. كل ما نسحب كور اكتر يبقى كل مره التوتال بيقل. امتى الكلام ده؟ لما يقول لي without replacement. مهم. طيب تعالوا نشوف واحده تكون يعني ايه شويه فيها شغل كده، يعني مثلا زي دي. احنا دلوقتي لسه في without replacement. عايزين السكند يكون بلو. يلا بينا السكند بلو، لا خلاص نغير البلو، خلينا نخليها حاجة تانية. السكند يكون ريد. عايزين السكند يكون ريد. عايزين نجيب دي السكند ريد. يلا مين يجي يشوفها لنا بقى ريد؟ يا كريم، ازيك يا كريم؟ يلا نختار كده يا كريم ان السكند يكون ريد. ماشي. تاني كورة. اه تبقى بي ار. ريد، يعني هنشاور على دي كده، اه. ودي كمان، امم. ودي كمان. اه. يلا نشوف بقى. يبقى انا هاخد معاها الاولانيه اكيد يعني، وهاخد دي كمان كده وهاخد دي كمان كده. ار ار ايوه ار ار، برافو عليك. بلس. بلس بي ار برافو عليك. وبلس بلس واي واي ار. واي ار. برافو عليك. يلا خد بالك ان هنا اول واحده دي بتبقى مفيش مشكله فيها، اللي هي الار اللي هي كام؟ اللي هي 3 اوفر 10. تمام. تمام. تاني تاني مره يا دي without replacement. وزاويه البيسمنت هاخد طيب هنا، انت ده هتاخد كره.
2 9. برافو عليك، ممتاز ممتاز، برافو عليك. بلس. يلا تاني واحدة بقى، هنا هنبدأ بداية جديدة بقى. بلو هتبقى 4 over 10 ممتاز ما شاء الله عليك. وتايمز 3 over 9 برافو ممتاز. بلس الواي بقى هتبقى 3 over 10 والار هتبقى 3 over 9. يعني لا هو مش اكسلنت، يعني اقول لك جينيس. برافو عليك. الوزاوت ريبليسمنت دي يعني ايه الناس بتقع فيها شويه. طب معلش يا ميس، بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. ممكن بس تبعتي يا ميس بعد كده اللينكات، لان انا النهارده والله داخل الساعه 7:30، يعني انا فاتني ساعه تقريبا من الحصه. هو انت مش عارف ان اللينك هو نفس اللينك هو؟ ما كنتش اعرف ودخلت متاخر ساعه. اه معلش، انا اقول لك حاجه، انا هبعت لك الريكورد و... وتعالى اشرحهم لك. حاضر اشرح لك تاني، اشرحهم تاني، خليك موجود معانا، وانا السيشن اللي جاي دلوقتي اللي هم هيحضروا معانا هشرح لهم نفس الحاجات هي، فهشرحها لك تاني. تمام. احنا اللينك هو بناخده هو، انا عامله اللينك دايما، حتى في اي وقت ممكن تدخل تلاقيني بشرح لاي هو انا جروب. وانا عامه لو يا ميس معظم الحاجات اللي خدناها نفس الشبه دوت، فهو تمام، انا فهمت كل حاجه. بس احنا في الاول عملنا ريفيجن اللي اخدناه امبارح. ما انا ميس والله انا نفسي الحق احل، يعني انا جيت النهارده عشان احل الكويز، لقيت حضرتك بعت ان في حصه الساعه 6 وانا ولا مجهز ولا اي حاجه. ما هو انا اقول لك حاجه، معلش احنا امبارح بس اخدنا امبارح والنهارده في يومين ورا بعض، فايه يعني انا عارفه ان في ضغط عليك، لا فالنهارده هو فاهم، احنا برضه انا هو نفس الليسن يعني. يعني بعد ما اخلص مع حضرتك هحل بقى الكويز بتاع امبارح. لا انا كان المفروض اعمل كده النهارده، بس لقيت حضرتك بدأت بقى فدخلت. ما فيش مشكله، عادي انا مسامحاك يعني. تاخد بتاع امبارح والنهارده هنكمل الجزء بتاع اللي هو الويز ريبليسمنت وزاوت ريبليسمنت، هو ده الجزء الجديد بس، اللي هي الشجره اللي احنا عاملينها دي. بس بس خلاص كده 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 فهمته يعني، تمام مفيش مشكله. الحمد لله رب العالمين. بنعمل شجرة. امتى بعمل شجرة تري؟ لما النوت. بيقول لي بختار 2 بول او 3 بول، فاعمل له التري دي بقى واشوف هو عايز ايه، يقول لي والله انا عايز السكند ريد ولا الفيرست مش عارف ايه، او الاتنين شبه بعض او الاتنين ديفرنت، او اي ميكس يعمله. احنا قدامنا التري وبنتسلى عليه، وبناخد بالنا بس اذا كانت without replacement اتاكد ان التوتال لو كان without replacement بفتكرها بكلمة اوت، يعني معناها ان انا الكرة اللي باخدها بحطها في جيبي، يبقى التوتال بتاعي هيبقى 10 وبعدين هيبقى 9 وبعدين هيبقى 8 مثلا. طب هو ميس لو قال لي معلش مثلا 3 بولز، يبقى انا تحت بقى قبل البلس اعمل 3، تبقى مثلا ار بي واي. هنختار 3 بول، ده هنعمل كمان واحدة هنا. اه هي طب جت مرة واحدة في الإجزاء. تمام. بس على فكرة انتوا بعد شوية لما هتتدربوا هتلاقوا ان انا في حاجات مش محتاجة ان انا اعمل فيها التري، لما يقول لي البوس ريد، فالبوس ريد يعني هتبقى ار بس خلاص، او يقول لي مثلا الفيرست ريد والسكند بلو يعني هتبقى ار بي، لكن بقى لما يقول لي الديفرنت كولر والسكند ريد يعني هتحتاج ان انت تعمل التري. بس احنا ايه، نصلي بس 5 دقايق ونيجي نكمل وناخد اكزامبل تاني على without replacement with replacement ان شاء الله. يلا روحوا صلوا وتعالوا. آه، طب محمد كلنا موجودين. عبد الرحمن طلع الناتج غير اللي انا طلعته. في اي واحدة، لا هو ممكن تكون حساباتكم مختلفة بس عن بعض، يعني هو نسي نمبر او انت نسيتي. 3 على اوفر 30، 13 اوفر 30. لا، تعالوا نشوف دي. طب 3 over وبعد 10. كده اعملي لي سكرين شوت من الحاجة اللي انت كنتي حسبتيها غلط او مختلفة. اوكي لحظة كده. لا مع بعض. تعالوا يعني نشوف النمبر ده، نمبر في 15. يلا يا كريم. مين اللي مش موجود معانا؟ مريم فين؟ مريم، لا مريم فين؟ مريم مريم. طلعت كده، آه مريم طلعت. فين مريم يا محمد؟ يلا يا مين؟
يلا يا كريم نمبر 36. هنا معاك. بيقول يلا اقراها لنا كده السؤال ده. اقراها لنا يا كريم نمبر spinner 36. has two blue sections. اه عندي 2 بلو و 3 ريد و5 يلو. uh, it spins هنلفها twice. هنلفها مرتين، يعني احنا 2 تايمز. عايز ال probability of getting two different color. اوكي انا التوتال هنا عندي كام؟ اللي هو 2 بلس 3 بلس 2 5 لا طبعا 2 plus 3 10 تمام. 10. طيب ال probability للبلو، البلو عندي كام؟ تبقى 2 over 10. 2 over 10. برافو عليك. طيب ال probability للريد. 3 over 10. تمام. وال probability لليلو. 5 over 10. تمام. انا دايما اول ما بلاقيه يعمل حاجه بيرميها مرتين او بيختار مرتين، يبقى بجهز بقى الشغل بتاعي. بعد ما جهزنا يلا نعمل بقى ايه التري بتاعتنا. التري بتاعتي انا عندي كام لون؟ عندي البلو والريد واليلو. اوكي اهو، ارسموا معايا عشان تتدربوا. بس ادي البلو وادي الريد وادي اليلو. دي مين دي؟ دي هو كده قايل مرة اه سبان توايس، هنلفها مرتين. عندنا في السكند. نيجي بقى نعمل البرانش التاني بقى اللي هي السكند اهو، نفس اللي فوق بالظبط. هيبقى بلو ريد يلو. وهنا برضو عايزاكم ترسموها معايا عشان تتعودوا بس عليها. ادي بلو وادي ريد وادي يلو. لان انا مش هجيب دي بس، انا هجيب حاجات كتيره دلوقتي ان شاء الله. ادي بلو ادي ريد ادي يلو. خدوا بالكم ان هنا يعني ده السكند. هنا طبعا ويز ريبليسمنت عادي يعني، التوتال مش هيتغير ولا حاجه الحمد لله. هو بيقول لي ايه يا عبد الرحمن؟ شوف كده ركز معايا بس عشان انت سالتني يعني ايه different color. different ايوه. color يعني انا الاولانيه هنا بلو، ينفع بلو وبلو؟ لا. لا، يبقى different color يعني عايزين بلو وريد، بلو ويلو وريد وبلو وريد 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 مش هينفع، وريد ويلو وهكذا بقى كله. وهكذا. ايوه برافو عليك. يلا يا عبد الرحمن يا كريم نعملها مع بعض. يبقى اول حاجه بلو، وريد. بلو بريد بلس بلو بلو يلو بي واي. وبعدين ريد وريد بلو. بلس وريد بعدين بلو وبعدين يلو بلو يلو ريد بعد كده يلو بريد. ويلو ريد. تمام. كل اللي انا هعمله بس اشوف البروبابيلتي بتاعت البلو اللي هي ايه 2 اوفر 10، والريد اللي هي 3 اوفر 10. هي بتاخد شغل كتير شويتين يعني. على فكرة نفس الإجابة دي بالظبط كنت ممكن أعملها كده، أقول له another solution. كنت أقول له إيه؟ أنت عايز أي حاجة different، يعني أنت معناه إن عايز 1 minus اللي هم السيميلر، هو ده يعني المفروض 1 minus السيميلر اللي هم مين؟ اللي هم بي بي بلس ار ار بلس واي واي. ايه رأيكم في اللي تحت دي؟ اللي تحت انا حاساها اخف شويه. هي يعني هو بيقول لي انا عايز الديفرنت، يعني معناها ايه؟ انا عايز 1 ماينس السيميلر، ان هما يكونوا الاثنين زي بعض. يعني ايه اتنين زي بعض؟ يعني مو يبقى بلو بلو ريد ريد يلو يلو. فانا بصراحه هشتغل على اللي تحت، يعني 1 ماينس. يلا يا كريم تعالى نكتب بلو بلو دي اللي هي هتكون كام؟ 2 for 10. طيب 2 تمام. والريد الريد هتبقى 3 اوفر 10 بلس 3 اوفر 10 تايمز 3 اوفر 10 تمام. والله بلس كنت رايحه اكتب بلس زي ما انت بتقول. 5 over 10 times 5 over 10. يعني دي أخف حتى في الحساب شوية. اللي فوق برضو نفسها صح، يعني دي صح تمام زي الفل.
واللي تحت هي هما الاثنين يعني نفس الإجابة. مش فاهم ايه سالب واحد؟ 1 ماينس. ايوه ليه؟ 1 ماينس يعني دلوقتي هو بيقول لي ايه، انا عايز ان هما يكونوا different color. طب تعالى ناخد الانفرس بتاعها او عكسها، اللي هي 1 ماينس السيميلار كلر. لان هنا بص كده، لو انا جبت البروبابيليتي للديفرنت بلس البروبابيليتي للسيميلار، يعني انا اخدتهم كلهم كده، الديفرنت والسيميلار كل ده هيديني 1. صح كده؟ يعني انا لو اخدت كل الحاجات اللي قدامك دي اللي هي بي ار بي واي بي مش عارف ايه، كله ده اخدته وعملت لهم البروبابيليتي بتاعتنا، في الاخر هتديني 1. فانا دلوقتي اقول ايه الديفرنت، لقيتهم ان هم كتير بصراحه، فانا قلت لا، طب ما انا اجيب البروبابيليتي بتاعت الديفرنت، هودي السيميلار دي من الناحيه التانيه بالنيجاتيف، يبقى هتبقى 1 ماينس السيميلار. السيميلار يعني ايه؟ يعني الاولانيه بلو والتانيه بلو، او الاولانيه ريد والتانيه ريد، او الاولانيه يلو والتانيه ريد يلو. او ممكن تحلها بالطريقه اللي فوق دي، اللي هي دي بي ار بي واي بي كذا كذا. بس الطريقه اللي تحت دي هنحتاجها مع عامة دلوقتي. المس الانسر بتاعها ب 41 اوفر 100. 41 over 10. يعني انا المفروض لما احسب كل الكلام ده، هو الطريقه اللي تحت. لو انتوا حاسين ان تاني واحده دي مش فاكرينها مش هتفتكروها، خلاص خلينا في الطريقه الاولى، انا يهمني ان انت تحل صح. طيب لو انا قلت لكم انا عايزه الفيرست بول از ريد اند السكند از بلو، يبقى هنكتب ايه؟ الفيرست ريد والسكند بلو. احذف بس خلاص الحاجات اللي احنا كاتبينها دي، انا هشتغل بقى على الجراف ده تاني. لو عايزين الفيرست ريد والسكند بلو، فانا يبقى عايزه مين؟ عايزه الفيرست ريد اهي، ادي الفيرست، والسكند بلو اللي هي دي، يبقى هتبقى ار بي. بس ار بي بس، مفيش اي حاجه تانية. طيب لو قال لي انا عايز الفيرست بلو وسكند، بس كده، هو هيسحب اتنين او هيعملها سبان كويس، بس الفيرست ماست بي بلو. يبقى ايه بقى الاخر؟ وريد وبلو ووايت. ايوه برافو عليكي، بي بي وبعدين بي وار وبعدين بي طيب. وار. خلاص فهمنا اللعبة بقى هو بيشتغل بيها ازاي. مم. انا برسم التري قدامي وبشوف بقى هو عايز ايه. تعالوا نشوف حاجة بقى فيها 3 تايمز. موجود 3 تايمز هنا ولا موجود في الشيت؟ ايوه بقى دي without replacement. هنا بصوا ركزوا معايا without replacement.
without replacement، يعني التوتال كان في الأول 7، يعني التوتال هيبقى 7 وبعدين 6 وبعدين 5، لأن هو هيختار ايه 3 بولز، هيسحب 3 بولز مش 2، هيختار 3 بولز. هو بيقول لي ايه what is the probability to get exactly one ball of each color. حاضر، تعالوا نبدأها من الأول كده. بيقول لي أنا عندي box contain 7 identical ball، 3 red. تعالوا نجيب كده البروبابيلتي للريد الأول. البروبابيلتي للريد هو بيقول لي 3 ريد، يبقى هيبقى 3 over 7. طيب البروبابيلتي للجرين، الجرين بيقول لي 2، يبقى 2 over 7. وآخر حاجة عندي اللي هي البلو، البروبابيلتي للبلو، البلو هو بيقول لي عددهم كام 2، يبقى هتبقى 2 over 7. التوتال خدوا بالكم هو بيقول لي احنا ايه 3 balls are drawn random without replacement، يبقى هنا التوتال هيكون في الأول 7 بعدين 6 وبعدين 5. يلا نعمل التري بتاعتنا بقى. بس هو يلا احنا امتى بنعمل 3 التري لما بنسحب more than one، يعني أسحب 2 أو أسحب 3. ولا يعني قال لي عشان without replacement؟ لا لا، هنا بص يقول لي 3 balls are drawn، 3 هنسحب 3. اه فأنا أول حاجة هنعمل أدي التري بتاعتها. يبقى أنا الألوان اللي عندي اللي هم مين، اللي بس هي ده ريد تقريبا عشان بنقلل تقريبا. وبلو. وبعد كده دي الفيرست. تاني مرة بقى يلا نعمل بقى الجراف بتاعه، اللي هي هتبقى ريد وجرين وبلو، ودي هتبقى ريد وجرين وبلو، ريد وجرين وبلو. وقفنا كده؟ لا ده احنا لسه بقى الموضوع مطول شوية. السيرد بقى تالت مرة، السيرد همسك دي واعمل منها 3 برانش برضه، ودي 3 برانش، ودي برضو 3 برانش، وهكذا. انا بس هعمله كده وهقف بس اشوف هو عايز ايه، احنا محتاجين نكمل ولا مش محتاجين، يعني اشوف بس. بيقول لي احنا عايزين الثري يكونوا different color. يعني احنا هنكتب كل الكلام ده هنا ار وهنا جي بي. طب ايه رأيكم ناخد احنا يعني البروبابيليتي للديفرنت بلس probability للسيميلر equal 1. اصلا المشكله ان انا عشان اخد الديفرنت كولر هيبقى الموضوع كبير جدا، ده انا مش هخلص النهارده، ده انا ممكن اخلص بكره. لو انا هاخد الديفرنت، يعني هقول ايه مثلا، وريني كده ده كتير قوي. يعني هاخد مثلا ار ار جي لو هاخد ديفرنت يعني هاخد اول واحده ار وبعدين هاخد جي وبعدين هاخد بي، واللي بعدها هاخد ار وبعدين بي وبعدين جي، واللي بعدها هاخد جي وبعدين ار وبعدين بي وبعدين جي بي وبعدين ار. هي يعني هتحس ان هي تتوه كده شويه، فانا هستخدم بقى بتاعت السيميلر دي احسن. لما كنت هنعملها واحده واحده احسن. ركزوا معايا اهو، بص هنبدا كده واحده واحده، نتوكل على الله. هي
يعني هو ده اصعب سؤال في البروبابيلتي بصراحة. هاخد ار، وبعدين انا عايزة يكونوا مختلفين عن بعض، يعني ار مش هتنفع، يبقى ار جي بي. اللي بعدها هتبقى ار بي جي، ار بي جي بلس. اللي بعدها هاخد الجي ار بي. اللي بعدها هتبقى جي بي ار. اللي بعدها هتبقى بي ار جي. اللي بعدها هتبقى بي جي ار. موضوع كبير قوي كده. امم احنا لسه كمان ده زود ريبليسمنت. كمان بعد ما كتبنا كده ماما هو اللي يحسب بقى. مش حاسب، مش هحسب. طيب نحسبها بس يا بسهل. يلا الار الاول اللي هي كام؟ الار اللي هي 3 اوفر 7. يلا تاني مرة خدوا بالكم ان هنا دي هتبقى 6، وتالت مرة هتبقى هنا ايه 5. اوكي. الجي عددهم كام؟ الجي جرين اللي هما 2 جرين، هو والبلو السؤال ده عليه كام درجة؟ على 15 15. يا خسارة. كنت ممكن يعني هو، اسيبه. ما هو المشكلة ان هو ايه، ماشي احنا هنحله بس هياخد مننا وقت كتير. يعني هو ده لما المفروض يجي احله في دقيقة واحدة؟ دي المفروض دقيقة ونص. هو لا، هو انا اقول لك كتير حاجة، احنا أوي. الفكرة مش ان انا بحله في دقيقة ونص، ان احنا في اسئلة ممكن احلها في 10 سكند. فلما احل سؤال في 10 سكند يبقى انا كده وفرت لنفسي دقيقة ونص من السؤال اللي فات، ومعايا هنا دقيقة ونص، يبقى احل السؤال ده في 3 مينت. هو عامل كده حسابه الاكزامينر ان ده استحالة يتحل في دقيقة ونص. فانت بتوفري من سؤال تاني وقت تحليه بسرعة عشان تدي وقت للسؤال زي كده. تمام. يعني تعالوا نكمل، بس احنا المهم ان احنا فاهمين الفكرة. يلا كده نشوف اللي بعدها تاني وقت. يعني هنا ار جي بي. اوكي يلا الار عندي بكام؟ اللي هي 3 اوفر 7، وبعدين دي without replacement، يعني دي هتبقى 6 واللي بعدها هتبقى 5. البي اللي هي 2، وال والجي اللي هي 2 بلس. ملاحظين كده ان اول حاجة زي تاني حاجة؟ مش الاتنين زي بعض؟ هما بالظبط، بس يعني هي مفيش حاجة. اللي فوق هو اللي فوق، واللي تحت هو تحت. مهم. مش لازم اكمل بقى الباقي. هعمل ايه بقى؟ مش ده هو مش نفسه اتكرر ادي مرة، وهيتكرر تاني مرة، وهيتكرر 6 تايمز، يعني ادي 1 2 3 4 5 6. يبقى هو ده بنفسه هيتكرر 7 تايمز. يبقى كل ده كنت هقول له 3 تايمز 2 تايمز 2 اوفر 7 تايمز 6 تايمز 5 تايمز 6، انه اتكرر 6 مرات. بس كده خلصت. مش هنكتب بقى كل ده ونعاني بقى، احنا مش هنخلص. يلا يا عبد الرحمن عشان ما تتعبش وتزعل نفسك، قلت مش هحسب. هنحسب دي بس. فانا هنا في 6 هتتكنسل مع 6 تحت، يبقى اللي فوق دول اللي هو هيبقى 4 تايمز 2 اللي هي هتبقى 12، وعندي تحت 7 تايمز 5 اللي هي 35 اللي هي دي 30. يا الله. شفتوا ازاي؟ يعني بدل ما كنا لسه بقى ايه، لسه هكتب ده واكتب ده واكتب ده واكتب، يا سلام مش هنخلص. بس احنا اكتشفنا كده واحنا بنحسب ان الترم الاولاني هو نفس الترم التاني، هو نفس الترم التالت، الفورس الفيفث والسيكس. فخلاص انا ليه اكتبهم بقى؟ انا هكتب كده ان الترم الاولاني ده زي ما هو كده هعمله ملتبلاي في 6، لان هما كام واحد 1 2 3 4 5 6. يبقى الانسر عندي هتبقى 12 اوفر 35. المهم ان انتوا فاهمينها، يعني موضوع التري ده، هو موضوع ان هو جايب 3 بولز دي يعني ما جابهاش غير مره واحده، بعد كده كان بيجيب 2. تمام كده. الموضوع التو بول لو هنسحبهم without replacement او with replacement. without هنا احنا هو قايل ايه without out، يعني الكوره هناخدها ونديها لكريم.
ما يلا يا كريم وعبد الرحمن ومحمد، كل اللي خد كورة يدينا حسابها آخر السيشن. نتفق ها؟ الصبح بدري على حساب السيشن ده. بقى زودوا بقى حساب الكور اللي أخدتوها على تمن السيشن. طب دي وزاوت ريبليسمنت، وزاوت يبقى كلمة اوت دي يعني معناه ان الكرة اللي باخدها بره مش برجعها، يبقى التوتال بكتبه هنا كده دايما كده في الوزاوت ريبليسمنت، عشان افكر نفسي ان التوتال بكتبه كده 6 و7 و6 و5. ليه؟ لان انا هختار 3 بولز، لكن لو كنت هختار 2 بس كنت هكتب 7 و6. واعمل بقى التري بتاعتي دي كده واحدة واحدة ونتسلى فيها كده وتك تك بسرعة وناخد اللي هو عايزه. تمام الحمد لله. احنا عملنا ريكورد ولا لا؟ اه الحمد لله. اه